هلا نحن راح نحط الباذنجان نحضره مشان الشوي. بنجيب الباذنجانات مثل ما لكم شايفين. وبنجيب اي شيء، سكين او سيخ او اي شيء، انه نثقب فيه الباذنجانات مشان ما ينفجروا. عرفتوا كيف؟ عشان ما يصير ضغط، انتم بتعرفوا اكيد يعني. واذا الشوى وماله انه مثقب، انه اكيد راح ينفجر او يصير اي شيء. هلا خلصنا من نشوي الباذنجان بعد ما قلبناه وصار بشكل كامل انه انشوى. هلا نحن راح نبدا بقى نقشره ونعمله. صبايا، بعد ما نحن شوينا الباذنجان انا راح اعلمكم على طريقه كتير سهله بالنسبه مشان تقشيره. هلا نحن كنا في الماضي نقشره هيك ويطلع معنا قشرات سود وهالقصص. انا راح اعلمكم كتير شغله حلوه، انه فورا راح تقدري تقشريه من غير ما توسخي ايديكي بالشحار او باي شيء. اوكي. هلا بنجيب الباذنجانه بنلفها بالنايلون، بالرول النايلون، وبنفتحها من هون شوي صغيره. هلا راح تشوفوا كيف راح تطلع معي الباذنجانه هي كيف كامله. شايفين صبايا قديش سهله؟ يعني ما بقي شيء من الباذنجان جوات الرول. هلا هدول كتير شيء سهل، بس اخذت هاي واخذت هاي. على هالطريقه كتير راح يكون عنا الباذنجان سهل. شايفين كيف؟ لا ما في ولا حبه سودا. في اللي ما عندها كمان فيها على الطريقه العاديه تقشره مثل ما بتعرفيها. هلا بنجيب الرول النايلون وبنلفها فيها. يعني انت حابه انه كتير ما كتير كمان تستهلكي من نايلون. اوكي. هلا راح تطلع معك بشكل مو طبيعي، كتير سهل وكتير معقول يعني. هلا هيك لفينا الباذنجان بالنايلون. اوكي. كيف هلا بدها تطلع معنا بشكل كتير سهل وكتير معقول. شوفوا كيف. طلع الجلد لوحده الباذنجان، ما في بيطلع اي شيء، كتير شيء قليل يعني. المهم انه انت ما راح ياخد من وقتك تقشير الباذنجان او تضيع الوقت فيه، بالذات اذا واحد عنده ضيوف، عنده رمضان راح يقدم او شيء، فورا بيصير. شايفين كيف؟ اوكي صبايا، خلصنا من تقشير الباذنجان. هلا فينا نقطعه او اي شيء تعملوا. هلا انا احيانا بعمله هيك، احيانا بقطعه بالسكين، احيانا بمدق الثوم بدقه، يعني ما في شيء معين، انت حسب رغبتك والاسهل لك والاسرع لك. قلت لك اختصار للوقت، انا دائما بحاول اعمل اشياء كتير تكون انه بسيطه وسريعه مشان الوقت. بعد ما قشرنا الباذنجان بدنا نحكي عن المكونات يلي ممكن نعمل فيها المتبل. عنا يعني تقريبا انا راح احط 4 فصوص من الثوم، بندوره واحدة مقطعة، كباية لبن، كباية طحينة، عصير ليمون، يعني تقريبا ليمونتين ليمونة حسب الرغبة. هو دائما كل انسان حسب مذاق ما هو اللي بيحبه. توم كتير توم انت بتعدلي فيهم، بس المكونات الاصلية هن اللي عم بقلكن عليهم. رمان مشان الزينة، جزر ليمون مشان الزينة، بقدونس مشان الزينة، مشان تقديم الصحن. هلا رح اورجيكم شلون رح نعمل تتبيلة المتبل. بعد ما دقيت الثوم بنحط 4 فصوص من الثوم، رح نوضع كوباية اللبن، خلطهم مع بعضهم. هلا بنحط فوقها الطحينة. اكيد رح نحط شوي شوي حتى نعرف كيف رح يكون القوام. شايفين كيف؟ وقت بنحط شوي شوي بيساعدنا اكتر نحن نشوف الرغبة اللي بنحب فيها يكون قوامه.
هلا ما تخافي اذا سلك معك شوي، لانه في عنا نحن لسه رح نحط حمض الليمون. هلا رح ناخذ حمض الليمون ونحط ونحن عم نحرك على السريع. نحن حطينا الملح مع الثوم، بس انت بترجعي بتشوفي طعمته، اذا كان بده كمان بتحطي له، ما بده خلص اوكي ما بده. انت حسب رغبتك، حسب ما بتاكلوا. انا ما فيني كثير اكتر ملح، بجوز يكون عندي مثلا ضيوف ما بيقدروا ياكلوا ملح، يمكن بتحمل شوي من الليمون. هلا بنحط فوقها الطحينة. هلا عملنا تبلة المتبل. انا رح احط لها معلقة صغيرة كتير من الكمون، لانه رح تعطيها طعم كتير بقى رائع، كتير بسيط يعني، ما كتير رح نكتر، بس انه يجي شي طعم نوع من البهارات جوات المتبل. هلا خلصنا من عمل تتبيلة المتبل، رح نحط الباذنجان يلي قشرناه وقطعناه وشويناه ونشوف الطعم بعدين. شايفين صبايا، شايفين كيف انه الباذنجان بعد ما حطيناه كيف اتبل مع الصوص اللي عملناه، يلي هو عبارة عن اللبن والطحينة وحمض الليمون وشوية كمون وثوم مهروس. هلا صار المتبل جاهز، شايفين كيف لا سميك ولا جريء. يا سلام على الريحة، طالعة ريحة الباذنجان المشوي مع الكمون مع الثوم، شي بياخد العقل. هو بيحب يزود الطحينة، بيحب يزود الثوم، انا قلت لكم كل واحد حسب مزاج يلي هو بيحبه. صبايا هلا نحن رح نحطه بصحن التقديم. هلا هذا متبل الباذنجان صار جاهز وفينا نقدمه، ورح نحط له زيت زيتون على الوش. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل شي جديد.